يحكى في قديم الزمان أن فتاة اسمها حليمة كانت تتميز بطيبة قلبها ورجاحة عقلها، وتجيد أعمال البيت بشكل لا يصدق، وفي نفس الوقت كانت تتقن حرفة الخياطة والتطريز. ورغم كل هذا، إلا أن الحياة قسمة ونصيب، فهي لم تكن جميلة مثل أخواتها. وماذا ستفعل في هذا الحظ؟ فقد ظلت حليمة في البيت زمنا، وهي تنتظر من يتقدم لخطبتها والزواج بها. وفي النهاية تزوجت من رجل يفوقها ب20 سنة، وكان اسمه عجبان. كان عجبان رجلا حاد الطباع، يتعبها في أعمال البيت ويضربها على أتفه الأسباب، وكان بين الحين والآخر يعايرها بقبحها، ويذكرها أنه لم يتزوجها إلا لأجل خدمته. أما هي فكانت صابرة على حالها، تدعو له بالهداية، ولا تخبر أمها أو أحدا من جيرانها بما يفعله بها. وكانت تقول لنفسها: مهما كان ذلك الرجل فهو زوجي وسيد بيتي. وكانت تغطي نفسها عندما تذهب عند أحد حتى لا يرى آثار الضرب على جسمها الضعيف، وتتمنى لو كانت جميلة مثل أخواتها، حتى أصبحت تحسدهن على سعادتهن مع أزواجهن. وذات يوم خرجت حليمة لتملأ من البئر، وبينما كانت تسحب الدلو، إذ بها ترى من بعيد 5 فرسان يقتربون منها، يمتطون أحصنتهم، وقد علاهم الغبار من طول السفر. فتوقفوا أمامها وطلبوا منها أن تسقيهم، فصبت لهم الماء حتى شربوا جميعا، فشكروها على معروفها. وقالوا لها: نحن من حرس السلطان، وسمعنا أن هناك طبيبا في هذه القرية يداوي كل الأمراض. فسألتهم: وهل مولاي السلطان مريض؟ فأجابها أحدهم: لا، ولكن ابنته الصغيرة أكلت سمكا، فوقعت شوكة في حلقها ولم يستطع أحد إخراجها. فكرت حليمة قليلا وقالت لنفسها: لا يوجد أطباء هنا في هذه القرية، وهذه فرصتي لأنتقم من ذلك اللعين زوجي الذي لم يكف يوما عن ضربي وإهانتي. فنظرت حليمة إلى الفرسان وقالت لهم: أعرف طبيبا بارعا جدا، لدرجة أنه إذا أمسك بالماء تجمد بين يديه، لكنه لن يذهب معكم إلا إذا ضربتموه ضربا مبرحا. ثم دلتهم على مكانه، ولما ذهبوا إليه رأوه جالسا في أرضه يستظل بشجرة ويعالج قدم أحد الخرفان، فتأكدوا أن المرأة قالت الحقيقة، وأنه هو الطبيب الذي يبحثون عنه. فسلموا عليه وقصوا عليه سبب مجيئهم إليه. فتعجب عجبان وأخبرهم أنه لا يفهم شيئا في الطب، وطلب منهم أن يتركوه وشأنه. فأمسكوا به وربطوه في جذع الشجرة، وقطع كل واحد منهم غصنا من أغصان الزيتون، وانهالوا عليه ضربا. وكانت حليمة واقفة تشاهد زوجها عجبان وهو يولول كالنساء، وقالت في نفسها: ستذوق الآن طعم عصا الزيتون التي كنت تضربني بها، وتعرف ما كنت أعانيه أيها اللئيم. ومن شدة الألم صاح وقال: سأذهب معكم وأعالج الأميرة، لكن بالله عليكم توقفوا عن الضرب. عندئذ توقف الفرسان عن ضربه، وأركبوه على حصان وأخذوه معهم، وساروا به إلى القصر وهو يتألم من الألم. ولما وصلوا حملوه حتى وضعوه أمام السلطان. فخاف عجبان وقال له: يا مولاي، لقد قلت لرجالك أنهم مخطئون، فأنا لست طبيبا ولن أفيد الأميرة بشيء. فقال الفرسان للسلطان: هذا الطبيب كالبغل لا يتحرك إلا إذا ضرب بالعصا. فأمر السلطان بتقييده وضربه على قدميه حتى قال: الشفاعة يا رسول الله. فجروه إلى غرفة الأميرة وأعطوه صندوق الأدوية. فلما دخل ورأته الأميرة وهو يتأوه ويقفز مثل القرد من شدة الوجع، انفجرت بالضحك، فخرجت الشوكة من حلقها ونهضت من فراشها. ولما سمع السلطان جاء يجري وقبل ابنته، ودموعه تنهال من شدة الفرح. ثم التفت إلى عجبان وقال له: لا أعرف كيف أجازيك، لكن اطلب ما تريد. قال عجبان: لا أريد يا مولاي سوى عربة ترجعني إلى داري. قال السلطان: لك ما تريد، وسوف أجهز لك عربة تحملك إلى دارك، وستكون تلك العربة محملة بالهدايا وكل ما تطيب له نفسك، ولكن في انتظار ذلك أنت ضيفي لمدة 7 أيام. وفي هذه الأثناء سمع المرضى في البلاد بالطبيب البارع الذي أنقذ ابنة السلطان، فجاءوا إليه وتجمعوا أمام القصر، وكان فيهم الأعمى والأجرب والمشلول، وطلبوا من السلطان أن يطلب من الطبيب أن يعالجهم ويداويهم. فذهب إليه وقال له: أيها الطبيب، المرضى ينتظرون أمام باب القصر، وأريدك أن تفعل ما بوسعك لعلاجهم، وسأكافئك على ذلك. لم يكن عجبان يجرؤ على رفض طلب السلطان، فهو لم ينس بعد ما جرى لقدميه، ويكفيه ما ناله من ضرب في ذلك اليوم. فقال له: أمرك يا مولاي. ولما أطل من نافذة القصر رأى جمعا من الناس لا حصر له، وقد علا ضجيجهم، فتغير وجهه من الخوف، وقال في نفسه: ما الذنب الذي فعلته في حياتي حتى أستحق ذلك؟
فالسلطان مقتنع أني طبيب وسيحاسبني على هؤلاء المرضى. ثم أمسك رأسه بيديه وجلس يفكر، فتذكر زوجته حليمة وكيف كان يضربها بقسوة ولا يرحم دموعها التي كانت تسيل على خديها، وعرف أن ما يجري له هو عقاب من الله على ظلمه لزوجته المسكينة. وأخذ يعاتب نفسه ويقول: لماذا كنت أفعل ذلك معها؟ فتلك المرأة عاقلة ولم أرى يوما منها سوءا. لكنه لم يجد جوابا، فندم على غلطته، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: سامحني يا إلهي واقبل توبتي، فلقد علمت أن للضعيف ربا يحميه. ثم بدأ يبكي ويشهق حتى ابتلت لحيته. وبينما هو كذلك رأى طائرا يقف على النافذة ليس في الدنيا أجمل منه، وفي منقاره نبتة عجيبة. ثم رماها أمامه وقال له: لقد جئت لإنقاذك مما أنت فيه، بعدما تبت وندمت على ما فعلته بزوجتك، وما عليك إلا أن تأخذ هذه النبتة وتغليها في قدر كبير من الماء، ثم أعط رشفة لكل مريض من هؤلاء وسوف يشفى بإذن الله. بعد ذلك ستبقى رشفة أخيرة، احملها إلى زوجتك حليمة، وإياك أن تشربها مهما كانت الأحوال. ثم اختفى الطائر فجأة مثلما ظهر. تعجب عجبان أشد العجب وظن أنه يحلم، لكنه رأى النبتة على الأرض فعلم أن ما رآه حقيقة، فأخذها وأخبر السلطان أنه سينفذ رغبته على شرط أن تكون هذه هي مهمته الأخيرة، فوعده بذلك. ثم فعل عجبان ما أوصاه به الطائر، وأمر بإحضار قدر كبير فوضعه أمام القصر وملأه بالماء، ثم أشعل العبيد النار تحته. ولما غلى الماء ألقى عجبان النبتة فيها، وكان السلطان يشاهد ما يحدث من الشرفة، وقال في نفسه: هذا الرجل إما بارع في الطب أو محتال لا أكثر، فكيف ستشفي تلك النبتة الصغيرة كل هؤلاء؟ وعلى كل حال سأرى ما الذي سوف يفعله، والويل له مني إن بقي مريض واحد أمام باب القصر. ولما برد الدواء اصطف المرضى، فأمسك عجبان بمغرفة وبدأ يعطي كل مريض رشفة من الدواء حتى نفد القدر وبقيت رشفة واحدة، فوضعها عجبان في قارورة صغيرة، ثم دخل إلى القصر كي يرتاح. وما كاد أن يجلس حتى ارتفعت أصوات المرضى بالتكبير والتهليل، فجرى عجبان نحو الشرفة ليرى ماذا يحدث، فرأى أن الذي كان مشلولا قد وقف على قدميه، وأن الأعمى قد أبصر، وكل العلل قد شفيت بإذن من يقول للشيء كن فيكون. فجاءه السلطان وقال له: لقد ظننت أنك لن تفلح، لكنك أثبتت لي عكس ما ظننته، وأنك حقا من الأطباء البارعين. أجاب عجبان بدهشة: إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم نظر إلى السلطان وقال: لقد شفيت ابنتك ورعيتك، فدعني أرجع إلى زوجتي، فلقد تركتها دون نفقة. فأذن له بذلك وأعطاه عربة مليئة بالعطايا والهدايا كما وعده. ثم سار عجبان في طريقه عائدا إلى بيته، ولم يكن فرحا بكل الذي أعطاه له السلطان بقدر ما كان في غاية الشوق إلى زوجته حليمة، وشعر أنه يحبها أكثر من أي شيء آخر. ولما حل المساء كان قد قطع نصف الطريق، فقرر أن ينزل عن العربة ليستريح قليلا، وجمع بعض الأغصان الجافة وأشعل النار. وبينما هو كذلك تسللت أفعى ولدغته في إصبعه، فصرخ من شدة الألم وقال: لقد صارت أيامي معدودة وتلك اللدغة لا دواء لها. وفكر في أن يشرب الرشفة الأخيرة التي تبقت من الدواء، لكنه استغفر ربه وقال: كيف لي أن أفعل ذلك وقد وعدت الطائر أن أعطي تلك الرشفة لزوجتي حليمة، وأفضل أن أموت على أن أشرب هذا الدواء. ثم ربط إصبعه واتكأ على شجرة وبدأ يشعر بالغثيان، وفجأة رأى الطائر أمامه مرة أخرى وقال له: لقد أظهرت حسن توبتك، ولو شربت من ذلك الدواء لمت في الحال، لأن هذا الدواء لم يكتب لك بل لزوجتك المسكينة. وكان الله أراد مكافأتها على صبرها، فجعل الشوكة تعلق في حلق الأميرة لتذهب أنت وتنقذها، ثم أعطيك هذا الدواء الذي يشفي من كل العلل، واعلم أن هذا الدواء سيجعل من زوجتك صبية حسناء فائقة الجمال. فقال عجبان بحزن: لكن يبدو أن الله لم يكتب لي أن أعيش معها، وسوف أموت بسبب سم الأفعى التي لدغتني. فضحك الطائر وقال له: قم أيها الرجل واذهب إلى دارك، فإن تلك الأفعى لا سم لها، وإنما أردت فقط أن أرى مدى إخلاصك لزوجتك التي عانت بسببك. ثم اختفى الطائر مرة أخرى، وفجأة لم يعد عجبان يشعر بالألم في إصبعه، وتأكد أن ما قاله الطائر صحيح، وأنه سيعيش مع زوجته التي ستصبح جميلة بفضل الله. ثم ركب العربة وأكمل السير حتى وصل إلى داره، فرأى زوجته من بعيد وهي تدير الرحى وتغني: أين أنت يا عجبان؟ افتقدت صوتك في الدار بعدما زاد الشوق وطال الانتظار.
فنزلت دموعه على خديه وقال في نفسه: كم كنت مخطئا وسخيفا، والله رزقني زوجة كاملة الأوصاف، لكني كنت أعمى البصر والبصيرة. ولما اقترب أكثر انتبهت له زوجته وقامت تجري نحوه، فاحتضنها على غير عادته وقبل رأسها، فتعجبت من ذلك، فنظر إليها وقال: من اليوم أنت زوجتي وحبيبتي، ولقد أتيتك بهدايا كثيرة وثيابا نفيسة من قصر السلطان. ثم قال لها: لقد أحضرت لك دواء سيزيد من نشاطك. فأخذته وشربته وهي تتعجب من طيب طعمه. ثم دخلت إلى البيت لتحضر له طعاما. ولما انتهت حليمة من إعداد الطعام نادت على عجبان وقالت: تعال يا زوجي العزيز، لقد أعددت لك الطعام أشكالا وألوانا. ولما دخل عجبان إلى البيت ورأى زوجته لم يصدق عينيه وقد استبدت به الدهشة، فقالت له زوجته: ألم تعرفني يا رجل؟ أنا زوجتك حليمة. فرد عجبان: وكيف لي أن أصدق ما أراه؟ فلقد أصبحت وكأنك حورية من حور الجنة. فذهبت حليمة مسرعة وجلبت المرآة، ولما رأت نفسها تعجبت أشد العجب، فقال لها عجبان: لقد عوضك الله خيرا على صبرك، فلقد آذيتك كثيرا، وأرجو من الله أن يسامحني على ما فعلت. ثم جلس عجبان يأكل مع زوجته، وكان يسترق النظر إليها وهو غير مصدق بأنها حليمة التي كان يعايرها بقبح وجهها. فضحكت حليمة بسعادة وقالت له: لو واصلت النظر إلي بهذه الطريقة فسأشعر بالغرور. وهكذا كان العوض من الله، وعاشت حليمة